انسوا المتاحف القديمة. تخيل مبنى يجمع 100,000 قطعة أثرية ويخليك تقف وجها لوجه مع الهرم الحقيقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي حلقة جديدة من قناة خط. النهاردة الخط بتاعنا راجع لورا سنين، مش سنين قليلة، دي سنين حلم وشغل وإصرار وحكاية مشروع العالم كله مستني يشوفه، المتحف المصري الكبير. وحكايتنا لازم نرجع بيها لأول خطوة، مش في التسعينات لكن لآلاف السنين. المصريين القدماء مش بس بنوا أهرامات ومسلات، دول بنوا هوية كاملة. سيطروا على الحجر وسهروا النحاس، طوروا الكتابة، رسموا على جدران المعابد تفاصيل حياتهم لحظة بلحظة. لكن رغم كل ده مفيش مكان واحد في العالم كان قادر يجمع الحكاية دي كلها في صورة واحدة. حتى المتحف المصري في التحرير على عظمته كان أشبه بخزنة كنوز، مش قادر حتى يعرض نص اللي جواه. وفكرة ليه ما نعملش متحف للعالم كله يشوف حضارة مصر فيه بدأت تطلع في 1992. الدولة بدأت تفكر بجد، لو هنعمل متحف عالمي يبقى لازم يكون قدام الأهرامات نفسها، يبقى أول ما الزائر يبص من الشباك يشوف الأثر الحقيقي اللي بنحكي له عنه. ومن هنا بدأت الفكرة تتحول لخطة، والخطة تتحول لدراسات، والدراسات تتحول لمشروع اتعلن رسميا سنة 2002. مش أي مشروع، لا، ده متحف على مساحة 500,000 متر مربع. تخيل الرقم ده، مش مبنى، دي مدينة كاملة بتتولد. ومكانه مش عشوائي، دي عقدة جغرافية بين القاهرة والجيزة والأهرامات، مكان لوحده يحكي لك حكاية. ومن اللحظات اللي أثبتت إن العالم كله مهتم، المسابقة العالمية للتصميم، أكتر من 1500 مكتب من 82 دولة، كله بيحاول يكسب شرف تصميم بوابة حضارة مصر. والفائز كان مكتب ياباني، واعتمد على فكرة بسيطة جدا لكن عبقرية. الجدران تتكلم زي المعابد الفرعونية، والضوء يدخل زي ما كان بيدخل في المقابر الملكية، والهندسة تبقى مستوحاة من شكل الهرم. حتى الواجهة مبنية من حجر رمل مصري، نفس روح معابد الكرنك والأقصر. وبعد التصميم اتحط حجر الأساس، وبدأ شغل على الأرض حرفيا من الصفر، تسوية للجبل، بناء وصب وقواعد، أنفاق وطرق وممرات، أنظمة تكييف مخصوصة علشان تحافظ على الآثار وما تأثرش عليها. لكن زي أي مشروع ضخم كان لازم يكون في تحديات. بعد 2011 التمويل وقف، العمالة قلت، والدنيا بطأت. في ناس افتكرت إن المتحف مش هيكمل، لكن بعد فترة رجع المشروع للحياة بخطة جديدة. واللحظة اللي العالم كله شافها كانت يوم نقل تمثال رمسيس الثاني، تمثال اللي عاش في ميدان رمسيس حوالي 50 سنة، اتنقل في عملية تعتبر من أعقد عمليات النقل في العالم كله. وزنه يوصل ل 80 طن، لازم يتشال بدون ما تهتز كتلة واحدة من جسمه. استعملوا مؤشرات حساسة وأجهزة توازن، مهندسين مصريين وأجانب. رحلة نقل اتذاعت على القنوات العالمية كلها. وداخل المتحف اتبنى أكبر مركز ترميم آثار في الشرق الأوسط كله. ومش بس كبير، ده مركز متخصص بدرجة إن جامعات عالمية بقت تبعت طلابها يتدربوا فيه. بيحوي معامل خشب ومعمل مومياوات ومعمل برديات، معمل حجر بيشتغل على التماثيل اللي عمرها آلاف السنين. كل قطعة بتدخل المركز بتخرج كأنها رجعت للحياة. وفي مرحلة تانية بدأ نقل كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون. تخيل 5400 قطعة، والأول مرة على مدار 100 سنة من اكتشاف المقبرة المجموعة كلها
هتتعرض في مكان واحد: العربة الحربية، العرش الذهبي، والتاج والصناديق، والتابوت الخشبي اللي لأول مرة في حياته ياخد جلسة ترميم كاملة. من 2020 لحد 2022 المتحف بدأ يظهر بشكله الحقيقي من بره: الواجهة الأيقونية، الأبواب الضخمة اللي ارتفاعها يوصل ل 12 متر، وساحة المدخل اللي نفسها تحفة معمارية. وبدأت آخر مرحلة: ترتيب القاعات. وهنا نبدأ جولتنا جوه المتحف. أول خطوة: البهو العظيم، مكان حجمه يكفي تحط تماثيل بحجم مبنى صغير، ومع ذلك هتحس إن المكان لسه واسع. تمثال رمسيس واقف في النص، حواليه تماثيل لملوك مصر كلها، سلالم عملاقة، سقف مفتوح يدخل ضوء طبيعي يلمع على التماثيل. من الآخر انطباع مستحيل يتنسي. من البهو العظيم تدخل رحلة الحضارة نفسها. المتحف مش ماشي على شكل قاعات عشوائية، ده ماشي بالزمن. يبدأ الخط بتاعنا من ما قبل الأسرات: أول فاس حجرية، أول إنسان بدأ يزرع، أول رسومات بدائية. وبعدين الخط بتاعنا هيروح للدولة القديمة: عصر الهرم، سنفرو، خوفو، خفرع، منقورع، تماثيل وأدوات ومشاهد لحياتهم. والأهم من ده إنك هتبص من القاعة وتشوف الأهرامات نفسها من الشباك، كأنك بتقارن بين الأصل والقطع المعروضة قدامك. وبعدين الخط بتاعنا هيوصل للعصر الذهبي، الدولة الحديثة: رمسيس، تحتمس، أحمس، وحتشبسوت، أسلحة وعربات ومشاهد حروب، لوحات ألوانها لسه ثابتة لحد النهاردة، ومومياوات محطوطة في عرض بيحترم هيبتها، لحد ما توصل لجناح توت عنخ آمون، أكبر جناح في المتحف. كل قطعة هنا ليها ذوق خاص: الإضاءة، طريقة العرض، والترتيب، كأنك داخل مقبرة الملك بس بنسخة حديثة مفهومة لكل زائر. تاج والعرش والعربات والأسرة والتماثيل، كل حاجة في مكانها، وكل قطعة بتحكي لك جزء من حياة الملك اللي بقى أشهر شخصية فرعونية في العالم كله. وبالإضافة للمعروضات، في متحف للأطفال بيعرض الحضارة بطريقة تفاعلية ممتعة. وفي المسلة المعلقة قطعة فريدة تشوفها من فوق ومن تحت. وفي منطقة خدمات كاملة: مطاعم وممشى زجاجي شايف من عليه الأهرامات، سينما وقاعات ومؤتمرات وأماكن للفعاليات الدولية. والمتحف نفسه بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية، ده رقم ما يتجمعش في أي متحف أو أي مكان في العالم لحضارة واحدة. وفي النهاية شوف الأهرامات من الشباك، وشوف كنوز توت عنخ آمون قدامك. خلاص، الماضي ما بقاش مدفون، الماضي بيرجع يتنفس تاني على أرض الجيزة. المتحف المصري الكبير هو الحلم اللي خد 20 سنة شغل علشان يكمل، ودلوقتي هو مستني إنك تيجي وتشوفه بعينك. إيه رأيك بقى في الملحمة دي؟ لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير والاشتراك علشان يوصل لكم كل خط جديد.